تعالى كده نتكلم مع بعض النهارده عن الميجر المقياس اللي بنستخدمه عشان نقيس التراك، طول المسمار اللي هنحطه في الشريحة. طبعا كان ناقصنا في علبة الأربعة ونص في الفيديو اللي احنا نزلناه. نتيجة دي كانت مكسورة، بس الحمد لله اتصينت وجت تاني. فركز كده معايا، قلنا نصور نستغل الفرصة. فعندنا دي ميجر أربعة ونص لقياس التراك بتاع مسمار الأربعة ونص. بتلاقي مكتوب عليه هنا كده اهوت أربعة ونص، اللي هو الرقم ده كده أربعة ونص. خلاص، بيبدأ عندك المقياس فيها من أول رقم عندك من 10 لحد مثلا 90. خلاص، على حسب ما انت شايف كده في الفيديو، من 10 ل 90. انا خلاص عملت هول، عملت ثقب في الشريحه، ودخلت بالميجر ده. مثلا طلع معايا طول المسمار مثلا 30 40، زي ما يطلع مسمار معايا باخده وبركبه. خلاص كده، ده بالنسبه للميجر الأربعة ونص. انما الميجر التلاتة ونص نفس الفكره بتاعته بالظبط، مع اختلاف بس طول المسمار. لان هتلاقي ان المسمار التلاتة ونص اطول مسمار بيه مقاس 60، اللي هو المقاس ده. ده اطول مسمار ممكن تشوفه في علبة الشرايح بتاعة 3.5. ده بالنسبة للشرايح اللي احنا اتكلمنا عليها، 3.5 ال4.5. لكم جزيل الشكر، بس حابين نوضح لك الفرق بينهم، معلومة كده على السريع يعني. انتظرونا في فيديو قادم بإذن الله. سلام.